أي نعم الأهلي كسب إنبي 3-2 بس في مشاكل دفاعية لازم نتكلم عليها والأهلي بيكسب قبل ما الفاس تقع في الراس في ماتشات مهمة. بص هنا على بداية الهدف الأول 5 لعيبة من الأهلي بيضغطوا على لعيب أو 2 من إنبي في مساحة قد كده، وبالتالي لما الكرة تتنقل على الطرف هتلاقي إن جناح إنبي رايح على كريم فؤاد في موقف 1 على 1 في مساحة كبيرة جدا، صعب كريم فؤاد يقدر يسيطر على الموقف. طيب يا سيدي إنبي لعب الكرة العرضية وعدت على خير وقدر الأهلي يطلعها من جوه ال 18. هو كوكا ليه؟ يعني هو كوكا بيعمل ايه؟ طبيعي الكرة سهلة جدا تطلع على الطرف وخلاص خلصت الخطوره ونبتدي نتمركز او الاهلي ياخد الكوره وخلص الموضوع. ايه اللي عمله كوكا ده؟ ليه لعيب يطلع الكوره على حدود ال 18 للعيب انبي ويبقى سبب مباشر في هدف بالمنظر ده؟ ليه لعيب المفروض بيلعب في الاهلي كواليتي عالي يغلط غلطه زي دي؟ تعال نبص برضو على الكوره اللي خلصت بضربه الجزاء. مروان عطيه اتضغط عليه اخر الكوره مس باس في نص الملعب، يا سيدي تعدي. بص لي بقى على هادي رياض. هادي رياض واقف جوه ال 18 لوحده، هتلاقي عمرو الجزار وهاني ودفاع الاهلي كله متقدم الا هادي رياض، وبالتالي لما الكرة راحت لكهربا هو مبقاش عارف يطلع يضغط على كهربا ولا يقف مكانه. حتى لما حاول يطلع وصل متأخر، وبالتالي لا منه استفدنا منه في ضغط وان هو يمنع كهربا من الاستلام، ولا هو اتأخر وقفل المساحة، فالكرة اتلعبت في ظهره. وكريم فؤاد برضو كان سرحان وجاي متأخر من على الطرف الشمال، وبالتالي غلط واندفع وتسبب في ضربة جزاء، بس ستر ربنا ان هي ضاعت. تعال نبص بقى على الهدف الثاني الانبي. هتلاقي ان الكرة مع كريم فؤاد اللي هو اصلا مش باك شمال، بس تم توظيفه والراجل بيلعب على يمينه، بس الكرة دي على يمينه مفيش حجة تخليه ما يلعبش الباص ده لمروان عطية وهو سهل جدا، ولكن الكرة راحت في أي حتة. وبالتالي بص على ردة فعل عموته واقف يتنطط لأنه عارف أهمية كل كرة، الغلطة يعني هتيجي في الجون. وبالفعل هادي رياض ما بقاش عارف أنا هطلع على المهاجم ولا هروح على الجناح اللي بيجري في ظهر هاني. طبيعي هاني يبقى متقدم لأن الأهلي كان معاه الكرة وفي حالة هجومية. اللي مش طبيعي هو عدم ترتيب هادي رياض لأفكاره، هو مش عارف هيروح فين بناء على إيه. ما الراجل بتاع إنبي راح على الطرف وهيرمي الكرة باينة للجناح اللي بيجري في ظهر هاني، ليه تتأخر وتبقى الكرة بعد ما تتلعب الطولية الكرة في نص المسافة وانت لسه ما عدلتش جسمك عشان تجري تسبق المهاجم ده على الكرة وتطلعها، انما الكرة وصلت للمهاجم ولسه هادي رياض بيبتدي يلف، فطبعا خلاص شكرا خلصت الكرة ووصل مهاجم انبي للكرة وراح انفراد بشوبير عشان يسجل الهدف الثاني في الاهلي. مشاكل الاهلي جزء منها كبير ليه علاقة بقناعات عموته اصلا. هو عموته عمل ايه في معسكر الاعداد وتاني ماتش بعد ماتش برشلونة؟ شكل الاهلي مش حلو، ساعة ضايعة لحد ما الأهلي ظبط نفسه وابتدى يسيطر تماما على أجواء اللقاء. كوكا ليه؟ كريم فؤاد ليه؟ هادي رياض ليه؟